بتفتح فيسبوك او يوتيوب، تفتكر مين اللي بيخلي الزراير شغاله والكلام يوصل للسيرفر؟ النهارده وفي ثواني هنفهم الفرق الجوهري بين الفرونت والباك اند. الفرونت اند او الواجهه الاماميه ده كل جزء انت بتشوفه وبتتفاعل معاه بعينك في الموقع، بيتبني ب HTML و CSS وجافا سكريبت. بيكون مسؤول عن التصميم، الالوان والازرار والحركات في الموقع، زي بالظبط واجهه المطعم اللي بتشوفها بره. اما الباك اند او الواجهه الخلفيه ده الجزء اللي مش بتشوفه، لكنه العقل المدبر اللي بيشتغل في الخفاء. بيستخدم لغات زي نود جي اس او بي اتش بي او بايثون او حتى جافا، ويكون مسؤول عن البيانات في الداتابيزز وتامين عمليات تسجيل الدخول واللوجيك، زي المطبخ الداخلي للمطعم اللي بيجهز الاكل. لكن خد بالك من الفخ ده، ناس كتير بتبدا فرونت وتفتكر ان التصميم والالوان هم كل حاجه، ويهملوا جزء الجافا سكريبت والاداء وسرعه الموقع. او يدخلوا باك اند مثلا ويهملوا حمايه الداتابيزز وثغرات الامان، وده ممكن يوقع السيستم بالكامل في اول ثانيه. وهنا يجي دور الفول ستاك ديفلوبر، ده المبرمج اللي بيعرف يعمل الاتنين مع بعض. ولو انت محتار تبدا بايه، ابدا بالفرونت اند الاول لانه مرئي ونتائجه سريعه وهيحمسك تكمل، وبعدها انقل للباك اند. في النهايه كل موقع محترف بيحتاج الاتنين شغالين مع بعض. تفتكر انت يستهويك ايه اكتر، شغل الواجهة الامامية ولا كواليس السيرفرات؟ قولي في الكومنت. لايك وسبسكرايب لو عايز محتوى اكتر عن البرمجة.